فابيو كانافارو ليلة المئوية. اليوم يصبح فابيو ثالث الطليان يصل لنادي المئة بعد الأسطورة برج بيزا الحي باولو مالديني والعملاق الجول كيبر دينو تزار. تشكيلة فرنسا، ومن هنا دومينيك يكتب تاريخ ورقم قياسي. لأول مرة في كأس العالم فرنسا تلعب بنفس التشكيلة 4 مباريات ورا بعض. باردري خطيرة لفلورا مالودا يدخل ضربة جزاء. يا الله، 6 دقائق في النهائي، 6 دقائق في النهائي وفرنسا مع اليوفي. لكن اليوم كل يغني على ليلى. زين الدين زيدان الامبراطور والعنكبوت، بوفون، زيزو، زيدان والهدف لا يضيع له. هدف 1-0 للفريق الفرنسي. والله حتى ركلة جزاء بكل الإثارة. هيتشكوك فرنسي، هيتشكوك إيطالي، اوراسيو ليزوندو بينالتي أو نو، ثم الهدف سي أو نو. 1-0 من زين الدين زيدان. كورة رايحة نافارو وتورامو لوكاتوني وتمشي خطيرة. حذار يا طليان. في 2-0 انتهت النهائي. بيرلو يلعب كورة على القائم الثاني والتعادل الإيطالي. ماركو ماتيراتزي. قلت لك أظن وأنا أظن وأنت تتأكد. 1-1 بالراس من ماركو ماتيراتزي في كورة ثابتة تصنع فرحة الطليان. هنا برلين، هالو برلين، تشاو إيطاليا، استو اس ماركو ماتيراتزي. بنصف من أين لكم هذه الإحصائيات؟ والثانية على العارضة يا طليان، الثانية على العارضة من لوكاتوني. اوه هذا كورة للتاني وري وكورة لتشالويتشي بوفون. استفاق الآن المدمر هي الأسمر وري روعة يا تاني. هيا للثاني، هيا يا فرنسا، ليلة فرنسا في لحظة كانت خطيرة لأوري. هذه صعبة أوري وعندك بوفون يا إيطاليا. فرنسا تعوض موجود تماس جملة من هذا المكان، لكن اليوم أغلى الأهداف. لا كورة تخرج لعوت من أندريا بيرلو. ملعوبة يا أندريا. لاعب الإنتر والمتر خطيرة. ريبيري مر والثاني قريب جدا من فرانك ريبيري. فرنسا كادت تمر في لحظة، كادت تمشي وترتفع في العمر لفرنسا. وزيدان يرفع الريتم ويرفع الإثارة ويرفع الضغط ويرفع دقات القلوب. هناك من يخفق بالحب وهناك من يخفق بالخوف. شوف الكرة زيزو الرأسية التي غالطت وقتلت تفاريل. دائما هي الحياة توب والأسفل، الأعلى والأسفل، هذه سنة الحياة في مجال. وقصة وكانت أحمر، وكانت أحمر لزين الدين زيدان. وأنا كنت سأتحدث على أنه بارتيز، بيرلو، سيلفا ويلتاردو في المرمى. ماتيراتزي، بارتيز، تريزيجيه ويضيع التريزيجيه كورة على العارضة. دانيال جروسي، أبيدان للبقاء، أبيدان أليكس يتقدم، ديل بيروش ينطلق سانيول ويسجل. فابيو جراسو ويسجل. مبروك لسكوادرا الزرقاء. إيطاليا كامبيوني ديل موندو. هاردك للمنتخب الفرنسي. إيطاليا لعبت صح ضربات جزاء.